بعد 5 شهور خدمة صارت النقلة النوعية، وبعد 5 شهور خدمة عملت بالضبط حكاية 1200 1300 دولار. كنت فرحان بيهم على الاخر، خاطر وقتها كنت نفريلانسي، فرد وقت نقرا، فرد وقت نصور في كونتونيو متاعي ونعمل في المليار حاجة أخرى. دونك كانت حاجة مش نورمال بالنسبة ليا. أما من وقتها بديت المغامرة الصحيحة. عسلامة يا الرجلة، كانك تسمع في الابيزود هذه في بقشيش. مرحبا بيك، شرفتنا نورتنا، واوفيسيلمون وليت واحد من المساهمين والمستثمرين في بروجي ليمينو، اللي هو بيدو مش عارف يخرتو وين، وما يتحمل حتى مسؤولية وين قاعد تصرف في فلوسك. وكيف كيف زاد ساهمت باش تزيد تكبر لي في ثروتي اللي تقدر ب تعرفوا بعد بالديتاي، بما انه موضوعنا متاع حلقة اليوم. للعباد اللي مازالوا ما فهموا حتى شيء، باختصار شديد البودكاست هذا باش يولي يهبط في بقشيش اكسكلوزيفمون للرجل اللي عامله سبسكريبشن غادي، وبعد بيريود معينه نهبطوا في يوتيوب وسبوتيفاي واللي بلاتفورم موجودين الكل. وكانك تعيش تحت حجره، بقشيش هو بلاتفورم تاع كراود فاندينج. باش ما نصعبوش الامور اكثر، هو سيت ويب متاع اعانات اجتماعيه. انا ككونتنت كريتور فقير يتبعوا فيا 500 عبد، وحتى ماركه ما تحب تخدم معايا خاطرني ساعات نعمل حاجات قليل تربيه في فيديوهاتي. الرجله اللي عامله كيف على الكونتوني اللي نعمل فيه، تمشي تعمل اشتراك شهري بسوم رمزي على الاخر، وكيك تتفرج في الحاجات اللي انا نعملهم قبل الناس الكل، ومع ميزات اخرى ما نجمش نقول عليها لنا خاطرها مون 18 نجموا تلقاوها في بقشيش. ومن الشيره الاخرى انا وقتها نجم نعيش من الكونتوني اللي نعمل فيه. المهم ان شاء الله وصلت الفكره، وندخلوا طول في صلب الموضوع اللي هو التجربه الشخصيه متاعي في عالم الفريلانس. اللي اول ما دخلت للعالم هذا وحليت يوتيوب باش نسمع ديزيكسبيريونس تاع توانسه اخرين، الحقيقه ما لقيتش برشا حاجات يصلحوا. واللي عنده معلومه ولا حاجه تعاون، يا اما يبدا يقطر عليك ولا يبدا يتجبد، والمعلومه باش تدبرها كان بالسيف. وانا برجوليه مع المقوله احب لاخيك ما تحبه لنفسك. مانيش متاكد، ظهر لي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. اما برجوليه انا نرى المعلومه كيما الماء، ما تتشدش صاحبي. نرجع بيك 6 سنين لتالي، اول مره نجرب الفريلانس اما بالغلط. هي الفكره ديجا اني باش نبدا نفريلانسي جات بعد ما قررت اني نولي اندبندنت وومن. خاطر ديما كي نتعارك مع العائله كنت نحب نهز حوايجي ونهج ونتحرك. زعما راهو ما كومش شادين عليا السميله تيح. بالرغم راهو اللي كانوا جوهم بايع على الاخر معايا، كانوا يعملوا في حاجات عادية كيما اي وبو عادي على الاخر. يوست انا كنت نعمل في الدراما في مخي، وكانوا عندهم الحق كانوا باحثيني. خاطر نوصل نعمل الدراما متاعي، يا نخرج نعاود نرجع بعد ساعة، يا نمشي لدراما ماتي، ولا نسكر على روحي الباب وكي نجوع نعاود نخرج. اول سيت بديت بيه وقت قعدت مبربش هكا ونشوف في العرب، بما اني ما لقيتش برشا توانسه يحكيوا على الموضوع هذا. طحت بسيت اسمه خمسات. الفكره متاع سيت خمسات انك تحط سيرفيس متاعك، مثلا انت جرافيك ديزاينر، تقول تعمل بروفيل تقول فيه عسلامة انا فلان فلاني، عمري قد عمرك ما لازمش تحط، نجم تحطوش، وتحط معناه شنو تعمل بالضبط، وتحط كيما الخدمات، مثلا تعمل تنجم تعمل افيش، تنجم تعمل ثامبنيل، تنجم تعمل نعرفش اي حاجه. وعلى كل سيرفيس تحطه تحط سوم اللي لازم يكون 5 ولا 10 ولا 15 ولا 20. ومعظم لي سيرفيس كانوا ب5 دولار. تبارك الله، نحن العرب معناها سليفز. كهو عجبتني انا وقتها فكرة سليفري هذه. قلت ليه علاش ما نوليش عبيد حتى انا. ومشيت عملت كونت، حطيت عبيت البروفيل متاعي، حطيت خدمتي، وعملت خدمات مونتاج وتركيب فيديو. حطيت الخدمة وقتها نعمل لك فيديو يوتيوب من 10 ل 20 دقيقة ب5 دولارات. ولا حطيت زيادة نعمل مونتاج تاع كليبات. حسيلو حطيت برشا خدمات وكلهم ب5 دولار، أقل واحدة فيهم على الأقل تجمع خدمة. أما كنت راضي وقتها بالموجود حاسيلو. وبالرغم من هذا الكل ما فما حد جي حب ياخذ الخدمات متاعي. ممكن خاطر ما كنتش لا عندي لا بورتفوليو ولا شيء. وزيد برجولية انا كان جيت كليون باش يشري واحدة من الخدمات هذم ب5 دولار، نشك مونتاج فيديو وتالوناج وهم مزرق ب5 دولار، تحسها سكام الحقيقة. دونك بعد شهرين و 3 شهور ما غير حد ما جاي ياخذ الخدمات متاعي، ايست وتنحت لي مخي جمله الفكره. ورجعت كالطحان نساسي باش يشريوا لي كاميرا. رجعت ما عادش اندبندنت وومن، رجعت لدارنا. قلت لهم راني مغروم ونحب نصور ونعمل مونتاج وكل وقتها. وهذا الكل وانا نصور في فيديوهات يوتيوب كالعاده. يوتيوب نعم فيه ملي تولد،
ديما كي نحكي يعرفوا اللي انا اون باراليل نعمل في يوتيوب. حاسيلو العائله وسعوا بالهم معايا الحقيقه، كانوا متفاهمين وعارفين شويه فيش نعمل، مش عارفين اما كلي قاعدين يكتشفوا معايا في الحاجات اللي انا نعمل فيهم. دونك دزوا معايا، شريت اول كاميرا نافح بها على الاخر وقتها. ونتذكر كان في مخي اللي كي باش نشري كاميرا سي بون ماشي كي الكل باش تتحل، باش نولي نصور فيديوهات بكاليتي طياره على الاخر، باش نولي نفريلانسي وباش نعملهم الكل. ما كنت ديما نستسهل في الامور، ودايور ديما تصيري الفازه هذيك اللي كل مره مثلا نقول ناخذ البيسي هذا سي بون ماشي كلي الكل تتحل، وبعد ناخذ البيسي باش يخرجوا لك 200 فازه اخرى لازم تتعلمها، ولازم تزيد القطعه هذه، ولازم درا شنيا. وهذه واحده من الدروس اللي تعلمتها في وسط البروسيس، وليت ما عادش نستسهل برشا الامور. anyway شريت كالكاميرا نافح بها مش نورمال. حبيت نصور بها فيديوهات وقتها، ما طلعت صعيبة الحكاية، فما حاجة اسمها ايزو وفريم ريت وضوء ودرشنية، حسيت طلعت مش كيما في مخي جملة الحكاية. دونك بديت نخرج للشارع نصور في حاجات راندوم، نصور عباد طبيعة قطاطس اللي يجي، ومن بعد نروح للدار نلم كالفوتجز هذوكم، وتغرنت بكا سينماتيك فيديوز الرا في برشا عباد يعملوا في حاجات مش نورمال، عرفت؟ دونك وليت نتفرج في توتوريالز، ناخو كالفوتجز هذوكم نزيدهم موزيكا في الباك جراوند، وشويه ترانزيسيونات ووشات وكالترانزيسيونات المشقعبين. اما بشويه بشويه كاللي بديت نرى في ريزولتا معتبره ما تخيبش برشا، معناها كل ما نصور اكثر ومنتج اكثر بديت فما تحسن. وهذا الكل قاعد يصير اون باراليل. وقت اللي كنت نتذكر فما بيريود نعرفش الكلوبات ولات حاجه ترندي على الاخر، واللي ماهوش ممبر انتراكت ماهوش راجل. فرت بيريود هذيك انا وقتها بديت صارت لي اول اكسبيريونس بتاع فريلانس بالغلط، خاطر وقت اللي حبيت نفريلانسي ما دبرتش كليون. اما وقت اللي نحيتها من الفكره من مخي وخليتها حاجه ثانويه، معناها كلمني واحد من الكلوبات هذوكم قالوا لي عسلامة، خاطر انا كنت نهبط معناها الفيديوهات السينماتيك اللي كنت نعمل فيهم في فيسبوك. ظهر لي كلمتني بريزيدونت فازا هكا، كلمتني بريزيدونت قالت لي عسلامة رينا خدمتك عجبتنا ودرا شنيا، وحاشتنا لوجو في فيلم ميكر. اول انسان اعطاني التيتر بتاع فيلم ميكر. وحاشتنا معناها بيك صورنا فازا وكل. دونك قلت واي نوت معناها. علاش ليه. مشيت وقتها صورت لهم وعملنا المونتاج. نسيت ظهري عندهم ايفينمون ولا اكسيون، يا اما نسيت عملت ظهري عملت افتر موفي فازاكي صورت لهم. عملت افتر موفي هاسيلو شيخوا على الخدمة وخلصوني وقتها اول مرة. وبالنسبة لموضوع الخلاص انا كلي اول مرة باش نخدم حاجة وباش نخلص عليها، دونك ما كنتش نعرف قديش لازم يعطيوني على الحكاية ذيك. وكلي قبلت بأي حاجة ديجا فرحان مش نورمال كيفاش جاو حكيو معايا وكيفاش يحبوني نخدم لهم، وفكرة اني نخدم وباش يخلصوني حاجة مش نورمال على الاخر. وكمل حاجة انا عامل عليها جو في الوقت هذاك، ياكا هو عاد خذيت كالفلوس شريت بيهم حاجات تافهة على الاخر بيان سور. وهما الكلوب كي هبطوا الفيديو من بعد جاتهم فازة اخرى اكسيون والله اللي عاودوا كلموني، وبعد فما ممبر من كلوب اخر ابارامون سألهم، دونك جيني كلوب اخر حبوا يخدموا معايا كيف كيف. اما باقي وقتها مانيش عام منها رسمي الجملة الحكاية، اما فكرة اني نمشي نعمل حاجة نحبها وفرد وقت نخلص عليها كانت عجبتني على الاخر. بالرغم ان الفلوس كانوا شوية مش نورمال، نتاع نهارين تصوير وترانسبور عليك و4 ايام مونتاج ودرشنية، والوقت معدي ذاك الكل في الاخر تخلص حاجة بين 50 80 100 دينار ماكسيموم. اما كيف ما قلت لكم وقتها ما فماش عباد نجم ناخذ منهم معلومة ولا نعرف نقيم روحي وقتها. اما في جرة هذا الكل وفي جرة لي زيكسبيريونس هذم عرفت كيفاش نكومونيكي مع عباد، بديت نتعلم كيفاش نيغوسي. بديت نعمل في بورتفوليو اللي خلاني في الفيتور كان فما شكون يحب يجي يخدم معايا عندي ما نوريه. وزيد كنت نحب نكسر روتين شوية، نراو وجوه جديدة وهوكا اكتيفيتي اخرى في حياتي، خاطر نعشق حاجة اسمها روتين وديما ركش في الكومفورت زون متاعي. دونك ما فيها بيس واحد كان يبدل شوية الجو يدور الدم.
الى ان بديت نحس في الاستغلال وبديت نشم في ريحه خنن صاحبي، وانا نكره برشا تكسير الراس. اما خساره كنت وما زلت شويه نايس اكثر من اللازم، وما نجمش نقول كلمه ليه برشا، نحسها صعيبه. لذلك علاش ضربتين نلقى ميساج في الفيسبوك: وصاحبي ولا ولد حومتي، قاصدك في قضيه وان شاء الله ما تخيبنيش. سي بون، تحطيت فيه ومشيت نزمر انا وقتها. وديجا من النقطة هذيك بديت نفد شوية وما عادش نحس في روحي عامل جو حتى كي نمشي نصور كيما قبل. دونك بديت نسل وخذيت راحة، خذيت راحة من الفريلانس. كملت عشت حياتي، بعثتها الحكاية وحطيتها على جنب، وتليت أكثر في الفيديوهات والكونتوني اللي نعمل فيهم للروحي. والحاجة الباهية في هذا الكل اللي لا كان عندي لمرا لصغار نصرف عليهم، بون حتى التوا عندي لمرا لصغار نصرف عليهم. وفوق من هذا الكل كنت عايش مع الدار يرحم والديهم، موفرين فرش نرقدوا عليه في الليل، وزوز وجبات الحمد لله يا ربي. دونك ما كانش موضوع الفلوس حاجة تهمني برشا في الوقت هذاك، مادامني عايش ونعمل في حاجة نحب عليها وعامل جو في حياتي الحمد لله يا ربي، ما نستحقوا حتى شيء آخر. وهذه كانت محاولاتي الأولى الفاشلة في عالم الفريلانس، هذا كان نجم نسميوها فريلانس أصلا، إلى أن جات الكورونا. أنا وقت تروازيام اني باش نتعدى باك، ما فماش جملة قراية، شادين الدار. والفازة اللي أنا كنت ديما في الدار حتى كي جات كورونا كلي ما حسيت حتى شيء يتبدل بطبيعتي، معناها جست نفسيتي وقتها كنت مرتاحة أكثر، خاطر الناس الكل زادة شادين الدار معاك، مش كان أنت وحدك. كالعادة مبربش في البيسي، ندور في يوتيوب، بديت نعرف اللي فما برشا عباد يدخلوا في برشا فلوس من الانترنت. وبديت نعرف زادة اللي أي عابد مادام عنده بيسي مينيموم تاع اي كيو وانترنت ينجم حتى هو يولي يدخل فلوس من الانترنت، وينجم يدخل برشا فلوس من الانترنت، وينجم يسكيلي. جوست لازم يخدم مخه ويحرك روحه شويه. بطبيعتي وقتها فما برشا وقت فارغ وما فماش برشا انسبيراسيون باش نعمل كونتوني للروحي. دونك قعدت نقرا ونتفرج ونحاول نتعلم، تعرفت على برشا بزنس مودلز، قعدت نسمع في برشا عباد يحكيوا على لي اكسبيريونس نتاعهم. والفازة اللي انا من قبل كنت نتبع على كل حاجة عندي فكرة صغيرة، دونك ما كنتش ضايع فيها برشا. بيان سور عرضوني برشا جوروز وبرشا سكامرز جوست حاشتهم باش يبيعوا لك حاجة، الحمد لله يا ربي لا فما لا باي بال لا حتى شيء تنجم تدفع بيه. دونك سلكت عيني، بداو يتحلوا على الدنيا وقتها، وبديت نكتشف وبداو يظهروا لي برشا اسباب يخليوني نعرف اللي الفلوس حاجة لازمة على الاخر باش تسرفايفي في مجتمعاتنا الرأسمالية مالوروزمون. وفي البريود هذيك متاع الكورونا اكتشفت لي فما زوز انواع متاع عباد اكاهو: الفقراء نحنا عامة الشعب اللي يحكموا فينا، ومش الاخرى فما الغنيين اللي عندهم الفلوس اللي يعملوا اللي يحبوا، الاحرار. باش نعطيكم اكزامبل، انا البريود هذيك متاع الكورونا ما كنتش مقتنع برشا بالفاكسان، ما كنتش عيني اني نزرق، اما كنت مجبور خاطر ما غير QR كود لا تنجم تمشي تقرا لا تمشي تداوي لا تنجم تعمل حتى شيء. مشي الاخر اصحابنا اللي عندهم برشا فلوس، جيت بريفي يلقى روحه في دبي، ظالي نجم يعمل اي حاجه في دبي، لا QR كود لا شيء، جوست لي ديسكوتيك ظالي كانوا مسكرين وقتها حسب ما ريت. دونك بديت نكبش ونركز اكثر في موضوع الفلوس. وملي كنت جوست نحب نكون انديبوندون فينانسيلمون ونمشي نكري وحدي ونعيش وحدي، وليت نخمم في فريدوم اللي هي حاجه ما زلت بعيده شويه، ما هنا قاعدين نحاول نوصلوا لها بشويه بشويه. والفازة الباهية في هذا الكل انا قاعد ندوكيومنتي في الجيرني هذه. دونك نهار اخر ما نعرفش بعد 10 ولا 20 سنة ولا اقل ولا اكثر، ما عندي حتى فكرة كلي باش نرجع نسمع بودكاست هذا نحكي على روحي كيفاش نحب نوصل للفريدوم هذه. هذا كان ما رصدليش في الحابس على الشيكات ولا نعرفش ولا مقتول صاحبي في جرة الميتريكس. ياك هو عاد بديت نحط في بلان ونخمم شنو نحب نعمل وشنو ما نحبش نعمل. فما عام خديت فيه بوز اللي هو الباك وقعدت نعمل في حاجات أخرى، أما باقي الفكرة هذيك اللي في مخي، البلان اللي كان في مخي واستراتيجي اللي بديت نتبع فيها وقتها أني نعمل كاش فلو، كل شهر ندخل فلوس بطريقة منتظمة، والفلوس هذوكم نجم نعيش بيهم، وفرد وقت نجم نخلي بارتي منهم ننفستيها في حاجات أخرين. اون باراليل قعدت نلوش في بزنس مودلز نجم نحط فيهم فلوسي، كنت تحبوا نحكيو عليهم في لي زيبيزود جايين. جربت برشا حاجات، خسرت برشا فلوس، ما زلت منيش ندخل في برشا فلوس، اما قاعد نتعلم على الاخر من لي اكسبيريونس هذوم كيما كل مره يتحشي لي فيها. دونك خلينا تو في اول ستيب وكيفاش باش نحاولوا نجيبوا فلوس في كل شهر بطريقه ريغولير. الفريلانس مره اخرى حاشتنا بسكيل وبورتفوليو.
سكيل بيان سور المونتاج فيديو، والبورتفوليو حطيت فيديوهات متاع يوتيوب، الفازات اللي خدمتهم قبل وكل. المرة هذه جربت بلاتفورم اسمه أبورك، عملت كونت فيه، ركحت البروفيل متاعي، ركحت كل شيء. والفازة في أبورك يجيو عباد يقولوا مثلا حاشي فيديو اديتور يقد لي الحكايه هذه، ويقول لك البادجت نتاعو من الى ولا البادجت نتاعو البروجي هذاك، وانت كانك انتريسي وترى روحك في البروجي هذاك، تمشي تبعث له بروبوزل، تقول له عسلامه هاو خدمتي، نرى روحي نكون العبد المناسب اللي يخدم لك البروجي نتاعك. وبعد هو يختار بين العباد اللي يجيوه واحسن واحد يخدم مع البروجي. وبالنسبه للبلاتفورم اللي هو ابورك، هو كوسيط، يمشي السيد يعطي الفلوس، ابورك ياخوهم، وكي انت تكمل البروجي ابورك يعطيك الفلوس. واكثر سؤال متاكد باش تسالي كيفاش تجبد الفلوس، حتى كان هو اصلا ما بداش يخمم باش يعمل كونت، اما ماذا بيه يعرف كيفاش يجبد الفلوس قبل كل شيء. فما 200 طريقه باش تجبد الفلوس، اسهلهم الكونت بانكير، ولا ظهر لي حتى كونت في البوسطه، جوست تمشي تاخذ ريب من تاع الكونت نتاعك من البنك ولا البوسطه اللي انت عامل فيها كونت، وتحطه في الكونت نتاع ابورك. وكي يولي عندك فلوس في الكونت نجم تجبدهم ويوصلوك في نهارين ولا 3 ايام، وظهر يقصوا دينار حكايه هكا. هذا موضوع سكرناه، نرجعوا اللي بيه الفايده. اول ما ركحت الكونت بديت نبعث على بعضه للناس الكل، اي عبد يحط كلمه مونتاج في الفازه نتاعو ونبعث له طول مونتاج تاع فيلم، تاع فيديو، تاع تيك توك، تاع اونلي فانز، مش مشكل نخدم لك. والخطه ما مشيتش الجمله كيما في مخي، ما دبرتش كليونات من الاول، خاطر حاجه غلطه برشا. بعد بديت نبدل في استراتيجي وقعدت نجرب في فازات اخرى، حاولت نركح اكثر البروفيل متاعي، حطيت ديسكريبسيون اخير، واستغليت فازت اني كونتنت كرييتر وعندي شويه نوامر على السوشيال ميديا. ركزت اكثر على العباد اللي يحبوا يخدموا سوشيال ميديا وفيديوهات يوتيوب، فيديوهات انستغرام، نقول لهم اللي انا عندي اكسبيريونس، ونوريهم الكونتويت متاعي، ونوريهم الكونتوني اللي نعمل فيه، ونقول لهم راني عندي فكره على الالغوريثم، ونجم نعمل لكم كونتوني يتماشى مع الالغوريثم تاع البلاتفورم اللي انت حاجتك بيه. وكمل غدرتهم بالضربه القاضيه، وبديت نفرق في تيستويت بلاش فلوس متاع عبد حاجته بحكايه معينه، نقول له عسلامه ما غير برشا تكسير راس، نجم نخدم لك تيست وبلاش فلوس، وكان عجبتك الخدمه نجموا نخدموا مع بعضنا. بيان سور ما فما حتى حد ما يحبش حاجات بلاش فلوس، دونك خطفت لي الفازه وبديت ندبر في اول كلاينتس. نتذكر وقتها اول كليون دبرته في الصيف، طبقت عليه فاست تيست وخطفت، وكمل ما خديتش عليه برشا فلوس، يتسمى حكايه فارغه بالنسبه للبروجي نتاعو. جوست وقتها نحب نعبي البروفيل متاعي، خاطر اي عبد تخدم معاهم بعد يخلي لك فيدباك، دونك حاولت نقدم له ريزولتا باهيه وحاولت نكومونيكي معاه بالباهي، وذاك اللي صار خلى لي فيدباك باهي في الكونت بورك متاعي، قال السيد هذا جو باهي تنجموا تتعاملوا معاه. وبعد الفازه هذه زاد سهلت علي المأموريه، خاطر اي عبد باش يدخل الكونت نتاعك باش يلقاك ديجا تعاملت قبل مع عباد اخرين، والعباد الاخرين شكروك، دونك باش يزيد يطمن ويزيد يحب يخدم معك اكثر. ومن اول كليون دبرت ثاني كليون، وقعدت نخدم فرد وقت مع الاول، زادني فازات اخرين. ياكا هو وقتها الامور بدات تتنفنف، وبتبيعتو الدينار ماكل على راسه، والدولار ب3 دينارات، دونك كل راس شهر كان تجيني حاجه محترمه ما تخيبش على الاخر وتخليني سيرفايفي بالنسبه لتوديون عمره 19 سنه. اما باقي وقتها مازلنا ما نحكيوش على كاش فلو وفلوس تنجم تفضل منها باش تنفستي في حاجات اخرى، جست كنت نسيرفايفي كيف ما قلت لكم. وخرجت كريت وحدي، كنت نخلص في الكري والفازات. كنت نحب نعملوا ايبيزود نحكي لكم فيها علاش حاجه مهمه على الاخر انك تجرب تعيش وحدك جون. anyways كملت هكاكا، كنت مترستي البروسيس، وكنت عارف اللي انا باش تجي اللحظه اللي باش يكبروا فيها الفلوس اللي باش نعملهم كل شهر. وهذاك اللي صار بعد 5-6 شهور. بعد 5 شهور خدمة صارت النقلة النوعية، وبعد 5 شهور خدمة عملت بالضبط حكاية 1200 1300 دولار. كنت فرحان بيهم على الاخر، خاطر وقتها كنت نفريلانسي، فرد وقت نقرا، فرد وقت نصور في كونتونيو متاعي ونعمل في المليار حاجة أخرى، دونك كانت حاجة مش نورمال بالنسبة لي. أما من وقتها بديت المغامرة الصحيحة يا سيدي بن سيدك. كنت ركش على روحي نلوج في أبورك، العادة نتيحشي بالفرصة الذهبية. لقيت فما واحد حاجته بشكون يعملوا جامب كاتس، حكاية تافهة على الاخر وما تاخذش جملة وقت، دونك قلت علاش ليه بزيد مصروف. بعث له بروبوزل، قلت له عسلامة انا يمين نعمل في فيديوهات على اليوتيوب وراني فاهمك شنية تستحق ونجم نعاونك في الحاجة اللي انت تحب تعملها.
قال لي اوكي جوك باهي نجموش نعملوا ميتينغ صغير نتعرف عليك وكل. عملنا ميتينغ، وريته خدمتي شيخ عليها، قال لي سي بون جوك باهي. قال لي اللي هو زاد مش حاجته جوست بجامب كاتس، قال لي اللي عنده برشا حاجات اخرين ويحب يجرب برشا فازات، وقال لي راي حاجه الون تيرم. قلت له اوكي ام ان حاشي يعطيني الخدمه وجوك باهي اي نيد ورك وكهو. وقبل ما نعلق في الزوم كول جرأت وعملتها وقلت له شرايك نخدمو اور اب وورك. تنترا تنتن. بقبل كل شيء الفاز هذا حد ما يحكيها لكم في الانترنت، خاطر حاجه مخالفه للقوانين نتاع لي بلاتفورم نتاع الفريلانس الكل. انا جوست لن قاعد نبارتاجي في الاكسبيريونس نتاعي كيف ما هي، وبالرسمي ما حاشي باش نأثر على حد ولا ما حاشي بحد باش يتبعني، خاطر هو تنجم تعملك برشا مشاكل وينجم الكونت نتاعك يتبانى، وكي تتبانى من اي بلاتفورم تاع فريلانس راهو صعيب على الاخر يرجعوك. سو تيك كير، وماهيش نصيحه معناها ولا حاجه، بالعكس ما لازمكش تعملها الحكايه هذه، جوست انا كنت متهور وقتها وما فهمتش شنو يجيني المخي وعملتها. باهي خلينا نحطكم في الاطار للعباد اللي ما عندهمش فكره وعلاش انا عملت هكا. اي بلاتفورم تاع فريلانس يقص عليك بورسنتاج معينه من الفلوس اللي يدخلها كفريلانسر، خاطر هذيك هي وظيفته معناها، ماهوش يعمل في الخير هو باش يحطك مع كلاينتس. امانه وقتها طمعت شويه خاطر البروجي كيف ما قلت لكم الون تيرم، وقلت مش حل انه البلاتفورم كل مره يقعد يقص عليا وزيد الفرنك بحسابه، وزيد ابورك موقع امريكي وانا ما دعمش الكفار. هذو هما لي زارغومون اللي كانوا في مخي والكل غالطين. وكان نرجع بالوقت ما نعرفش ممكن نعاود نعملها، تتعرفوا بعد علاش. اما انت اخي المواطن تتحمل كل مسؤولياتك، وانا ما ننصحش الجمله بالحكايه هذه. anyways الكليون زهرت معايا قال لي اوكي كان ينجم يريبورتيني، اعطاني الواتساب نتاعو خلصه. بدينا نتواصلوا الغادي. الكليون هو عباره على انتربرونور عنده بزنسز اون ليني وعمل فلوس من الانترنت، ويحب يعمل شي يوتيوب يحكي فيها على الحاجات اللي تعلمهم. ربك سبحانه العبد نحب نكون كيفه شويه سنين اخرين. السيد هذا ما كانتش عنده فكره كبيره كيفاش يصور فيديو، كيفاش يمنتج، كيفاش يقف قدام الكاميرا. دونك من الاول بديت منتج له في فيديوهات واللي مصورين بالتليفون، وبعد كل مره حاولنا نحسنه. ما بخلت عليه بحتى معلومه، اي حاجه نعرفها بارتاجيتها معاه. اقترحت عليه يشري كاميرا، عطيته ريفيرونس شري كاميرا. اقترحت عليه يشري ميكرو باش نحسنه في الاوديو. بدينا نحسنه اكثر في سكريبت. مانيش اكسبير في حتى حاجه من هذم الكل، جست الحاجات اللي نعرفهم. وفرد وقت كل مره نعمل ريسيرش مني انا نتعلم ومني بارتاجي معاه النولج هذه. ومشي الاخر هو خلاني على راحتي، ما قلقنيش برشا امور خدمه، اوبن لاي حاجه، اي حاجه نقترح عليه ما يقولش ليه، وديما يقول لي اللي احنا لنا قاعدين نجربوا الاكثر الاقل. وبيان سور احسن حاجه كنت نخلص على الحاجات هذه الكل. جربنا الشهر الاول خدمه، عملنا الشهر نجربوا فيه، شفنا الورك فلو، شفنا شنو تعطي، ومشيت صحيحه. كل شيء عجبه كيف ما قلت لكم، ما بخلت عليه بحتى شيء، واي حاجه نعرفها بارتاجيتها معاه، وتكللت بالنجاح كيف ما يقولوا، خاطر قرر ان نكملوا ونخدموا مع بعضنا. وان باراليل في الاشهر اللي بعدهم بدينا نبلديو في فريندشيب، خاطر ما نبعدوش برشا على بعضنا في العمر. وزيد الفايب تعديت، سيد بالرسمي اسطوره، هي سو نايس ويعرف يكومونيكي. وزيد كملت حكيت له كيفاش تغرمت بالبزنس اون ليني وبديت ندخل في العالم هذا. دونك شيخ عليه على الاخر الفكره، وبدا يجيدي فيا بما انه عنده اكسبيرينس محترمه على الاخر. تعلمت من عنده برشا حاجات، فيقني على برشا امور وعطاني برشا شورت كاتس. ولينا نحكيو اكثر كلكو سوا خدمه ولا مش خدمه. وكمل ريكومونديني لصحابه، وصحابه اللي خدمت معاهم زادوا ريكومونديوني حتى هما، وعبيت شكاره متاع كونتاكت ويت. واكتشفت التريك المهمه هذه على الاخر، اللي تبدا ريكش على روحك ويجيوك خدم من حيث لا تدري. جوست بروفايدي هاي كواليتي وكومونيكي بالباهي، يعني قدم سيرفيس محترم وكومونيكي مع العبد هذاك بالباهي. اربح ثقته وكها، وهذاك شنو حاجتك والباقي تو يجيب طبيعته. ولنا يا الرجل كل شهر يتعدى بديت ناخذ فيه اكثر بروجيات وندخل فيه اكثر فلوس. واهم حاجه قاعد نربح في نولج. وعملت صاحب بيست فريند باش نقعد جريتفول ليه حياتي الكل، خاطر كان سبب باش ان نتحط على السكه. ديجا بدا يخدم على بروجي كبير ما عندوش برشا. وشهرين التالي كنت ماشي بحذايا لسربيا اللي هي البلد اللي عايش فيها، باش نعاونه في البروجي نتاعو ونتقابلوا، وباش يعاوني على الفاز اللي باش نحكيكم عليه زيد شويه. اما مالوريزمون تكنترت من مطار تونس قرطاج بالبيي بالباسبور بالفيزا بكل شيء.
كنت تحب نحكيكم عليها في ابيزود اخرى. قلت لكم عنا برشا فازات نجمو نحكيو عليهم في البودكاست الغريب على الاخر هذا. anyways لميت شويه فلوس الاشهر اللي خدمتهم الكل، وبديت تو نخمم باش نسكيلي ونرد الفلوس هذم اكثر. وحاطط في مخي اللي انا نجم نخسرهم الكل، اما هذيك فازتها. جربت انفستيت بارتي من الفلوس هذيك في بزنس موديل ما نجمش نحكي عليه توا خاطر شابيتر اخر لازمنا نركشوا عليه بالكدا. وبارتي اخرى من الفلوس حبيت نجرب فازة اللي هي نعمل AI تول. الاي تول هذه تعطيها فيديو، هي تعاونك باش انك تعملوا المونتاج تو سامبلومون. عندي توا حكاية 9 شهور نخدموا عليها، الامور ماهيش باهية برشا وماشية في فلسة، اما I will keep you updated ونعطيكم جديد في البودكاست ولا في انستغرام ولا في النيوزليتر متاعي. واخر حاجة واللي نجموا نقولوا ضمناها اللي انا انفستيت في الكونتوني متاعي، ولا شريت لا كاميرا لا ماتريال جديد لا شيء. جوست عملت كونسيبت للعباد اللي تابعوا فيا على الانستغرام وين نحكي حكايات راندوم في بلايص ما عندهم حتى علاقة بالحكاية هذيك. مثلا حكيت على حكايتي مع بروفت الإسلامية فوق سطح، وقلت علاش ليه ما نهزلش للنكست ليفل بما انه الكونسيبت مشي على الاخر. ومشيت سافرت لمصر انا وخويا جوست باش نصوروا الكونسيبت هذاك في بلايص راندوم في مصر، ونحكيو في حكايات ما عندهم حتى علاقة بالبلاصة. وتعديت به على الاخر بما انه اول مرة انا وخويا نسافر وحدنا، وصاروا برشا مواضيع غريبة غادي كالعادة نحكيكم عليها في بودكاست اخر. وهذا هو يعني حاليا ما عادش نخدم برشا، مركز اكثر في الاستثمارات متاعي اللي ما همش ماشيين صحاح برشا، وهاني ريكش نعمل في المحتوى الى ان يفيو الفلوس اللي عندي الكل نعاود نرجع نخدم باش نعمل فلوس باش نعاود ننفستيهم.